اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ده فطار اول يوم رمضان، بس ما صورتوش كله، صورت معاكم الكنتاكي. تعالوا نشوف الكنتاكي عملناه ازاي. احلى ما تجيبيه من بره مليون مره. تحفه جدا 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 بصراحه. اعمليه بالطريقه اللي انا هقول لكم عليها دي، هتبقى جميله جدا. بصوا، ولا فيها دم، وسامعين القرمشه، حاجه كده فاخر من الاخر. تعالوا نخش على الفيديو. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية هجيب بولة كده، احط فيها حبة ملح حلوين، يعني بتاع معلقتين 3 ملح، معلقتين 3 سكر، احط ورقتين روزماري وشوية زعتر، واحط ليمونة، عصر ليمونة كبيرة كده او ليمونتين. هحط شوية خل مثلا بتاع ربع كوباية، واحط مية بقى، كمية مية املى البولة، واحط وانقع فيها الفراخ بتاعتي. انا الفرخة عاملاها مقطعاها على 8، هي لان الفرخه كانت كبيره فوق ال 2 كيلو. يعني لما تعوزي تعملي كنتاكي اعملي فراخ صغيره، بس كانت الفرخه كبيره ما شاء الله، فوق ال 2 كيلو، فقطعت الواحده على 8، يعني الورك 2 والصدر كده قسمتها يعني. تمام. هسيبها منقوعه بقى في محلول النقع دون لمده مثلا 3 4 ساعات. عندي حله على البوتاجاز، حاطه فيها ورق لورا وحبهان وفلفل اسود والحاجات اللي انت تحطيها للشوربه يعني. انا حطيت فوقيها المصفى والفراخ بقى طلعتها من محلول النقع، حطيتها على المصفى. عايزاها تستوي نص تسويه، يعني عايزاها برضو يبقى فيها تستلق شويه عشان ميبقاش فيها نقطه دم، يبقى واثقين ان مفيهاش دم خالص. انا مبحبش اعملها كده نيه، لان برضو ممكن يكون فيها دم ولا حاجه. هجيب بولة بقى، احط فيها نص كيلو دقيق، وكمان انت على قد الفراخ اللي عندك. انا حطيت نص كيلو دقيق، حطيت معلقتين نشا كبار. هحط عارفين الكريسبي الاصفر دون، فرمته مع شويه بقسماط، حطيت منهم 3 4 معالق. حطيت ملح، هحط بابريكا، هحط زعتر، هحط توم باودر، بصل باودر، هحط كركم، هحط كاري. الحاجات دي كلها هحطها مع طبعا شويه ملح للتتبيله دي، لشويه الدقيق دول، وهقلبهم كلهم مع بعض. عندي بس نص معلقه بيكنج باودر برضه هحطها معاهم، مع شويه البهارات اللي انا حطيتهم اللي قلت لكم عليهم دي. هقلبهم كويس جدا، وهجيب بوله تانية واقسم فيها الخليط ده. بصي بقى، هتلاقي قرمشه، والتتبيله دي مديه طعم حلو جدا للكفر اللي بقى بره. والله العظيم عظمه. جربيه ومش هتندمي. قسمتهم مع بعض، خدت نص من تتبيله الدقيق ديت، حطيت عليهم شويه ميه، قلبتهم، عايزاهم زي عجينه الكريب كده. عايز يعني اقل من الكيكه خالص، يعني ناعم عن الكيكه، زي عجينه الكريب تقريبا كده. هحط فيها الفراخ كده لمده نص ساعه، احنا عشان صيام. حطيتها لمدة نص ساعة كده قبل الفطار، يعني سويتها قبل الفطار بنص ساعة. فحطيتهم شوية في التتبيلة دي، وخدتها من التتبيلة على الدقيق اللي هو طبعا متبخر، على الزيت السخن. تمام. انا قلي في حلة عشان عايزاها تبقى غويطة، عشان تاخد كمية زيت حلوة. تمام. فبحط 4 أو 3 حتت مع 3 حتت كده، علشان تاخد تسويتها حلو برضه، لأنها ما استوتش تسوية كاملة في السليق. تمام. فانا مش عايزه يبقى فيها دم خالص، وعايزه فيها قرمشه والطعم الجميل. هخلص التحمير بتاعها كده. تمام. شايفين لونها عامل ازاي؟ يعني اللهم اني صايم يعني، حاجه كده اخر عظمه. وده الفطار بتاعنا البسيط، نعمه من عند ربنا. عملنا مكرونه بشاميل وفراخ كنتاكي. عملت سلطه رقاق، بس ما صورتهاش، حابه بس اسمعك القرمشه. وكمان لما نيجي نفتحها ما فيهاش دم ولا حاجه، قشطه من جوه. تحفه جدا جدا. ان شاء الله تعملي الوصفه